السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معانا مراجعه فيلم باست لايفز. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. بعد أن فرقهما القدر قرابة 20 عام، تجتمع نورا وهاي سونج الصديقان المقربان منذ الطفولة، ويجدان أنفسهما خلال أسبوع مصيري يواجهان خلاله مفاهيم الحب والقدر. نتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. الفيلم بياخدنا في رحلة درامية طويلة مفهومها كله بيتمحور حول القدر، وازاي القدر بيأثر في حياتنا، ازاي حاجات بنتمناها ولكن تدخلات القدر ليها بتخلينا نبعد عن الحاجات دي، وغيرها كتير بقى من المعاني الحياتية في حياة الإنسان، وازاي الإنسان ما بيقدرش يتخلى عن الماضي الخاص بيه، ازاي ان هو بيعيش دايما على كلمة ماذا لو، اللي هو هيجرى ايه يا ترى لو كنت مثلا رحت الشغلانة الفلانية غير الشغلانة دي، هيجرى ايه لو كنت قابلت الشخصية دي في زمن غير الزمن ده، هيحصل ايه لو ما كنتش تعبت في يوم كذا، وهكذا بقى من المعاني الحياتية الخاصة بالإنسان اللي دايما بيدور عليها وبينبش فيها. فالفيلم عبارة عن عمل درامي، الناس اللي بتحب الأعمال الدرامية هتنبسط جدا بالفيلم، ولكن الفيلم لا يحتوي على أي شيء غير الدراما فقط. من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم كانت مشهد البداية كان غريب شوية، كان فيه حاجات مش مفهومة. يعني لو كنت بقول هو ايه اصلا مشهد الافتتاحية ده، ولكن مع مرور احداث الفيلم بدأت اقدر اكتر مشهد البداية ده، وازاي طريقة تقديم القصة من خلاله، وازاي ان هو افاد اصلا في طريقة تقديم القصة دي. وبالنسبة للجزء الحواري في الفيلم، فالجزء الحواري كان رائع، والفيلم قدم بعض الحوارات اللي كانت جميلة جدا. ومن الحاجات كمان اللي رغم ان هي بسيطة، ولكن بسبب ان يعني بعاني منها في الاعمال الكورية عموما فحطيتها من الايجابيات عندي، هو ان الفيلم بيراعي فرق الزمن اللي موجود، وبيجيب لك عدى كام سنة كل شوية. دي حاجة انا بعاني منها في الاعمال الكورية، اللي ما بتقولش اصلا عدى كام سنة ولا ايه الزمن، يعني انت فجأة بتلاقي الشخصيات تطورت وتغيرت وخلاص، وايه لازم انت تجتهد بدماغك عشان تجيب الكام سنة اللي عدوا دول. دلوقتي بقى نيجي للسلبيات اللي كانت موجودة في الفيلم. اول حاجة بالنسبة لي بقى كانت ان الريتم بطيء جدا جدا، الريتم بطيء زيادة عن اللزوم. وكمان الفيلم اصلا الاحداث اللي فيه قليلة، فتحس قلة الاحداث مع بطء الريتم لا عملوا مشكلة كبيرة، وانا كنت هنام في الفيلم من نص. اما بقى عن المشكلة الاكبر بالنسبة لي في الفيلم، والحاجة اللي انا ما قدرتش اتخطاها، هي ان وانا بتفرج على الفيلم انا فاقد تماما اي اتصال بين الفيلم ذات نفسه وبين اي شخصية موجودة. مفيش اي حاجة شداني بالنسبة للفيلم. يعني دايما لما بتيجي تشوف فيلم، يا الفيلم كله بيشدك فانت بتقعد تكمله، يا اما مثلا شخصية من الشخصيات بتشدك فانت بتتعلق بيها وبتبقى عايز تكمل الفيلم عشان تعرف النهاية بتاعت الشخصية دي او نهاية الفيلم هتبقى عاملة ازاي. لكن في الفيلم هنا مفيش اي نوع من انواع الاتصال بيني وبين اي شخصية او بيني وبين احداث. الفيلم كان غير ناجح في ان هو يقدم لي شيء يعلقني بيه انا كمشاهد. الفيلم اعتمد بشكل كبير على الجزء العاطفي اللي مش هيكون موجود عند كل الناس وهي بتتفرج عليه، مش كل الناس هتحس نفس الاحساس اللي انت عايز توصله لها بالفيلم. في ناس بتبقى مستنية احداث اكتر، بتبقى مستنية حاجات تشد اكتر علشان تتعلق بالفيلم. فالحقيقة ان الفيلم ما قدمش اي حاجة تشدني ليه كمشاهد. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. الفيلم من اخراج المخرجة سيلين يونج، وده اولى تجاربها الاخراجية. الاخراج هنا عموما كان بسيط جدا، ما فيهوش لعب كتير، ما فيهوش شغل كتير. الاخراج حاول يهتم بالبساطة ويبرز ما عنده بقدر البساطة اللي كان هو فيها. المزيكا كانت حلوة جدا، والفيلم عموما كتجربة اخراجية انا ما عنديش مشاكل معاها، وكتجربة اولى للمخرجة فالاخراج هنا كان حلو جدا ومبشر. نروح للاداء التمثيلي. التحديات التمثيلية اللي موجودة معانا في الفيلم هنا قليلة جدا، ويمكن في حد ذاته ده عيب ان انت ما قدرتش تعمل مساحة كبيرة للممثلين بحيث ان هم يأدوا. عموما الاداء التمثيلي هنا كان حلو، بس برضو كنا محتاجين تحديات تمثيلية اكتر من كده بحيث ان هما يبرعوا، لان مفيش اي شخصية شدتني. تقريبا شخصية الزوج هي الشخصية الوحيدة اللي حسيت ان هو عمل اداء تمثيلي وقدم اداء تمثيلي. غير كده الناس التانيين كانوا طبيعيين جدا، ومفيش اي تحديات واجهوها بحيث ان هم يقدروا يورونا قدراتهم التمثيلية. قيمة الفيلم باست لايفز هو 7/10. الفيلم ده هو فيلم حلو، فيلم درامي لعشاق الدراما مخصوص، لكن هو مش افضل حاجة موجودة، او الدعاية والحاجات الكتير والكلام اللي الواحد سمعه عنه يعني ممكن على سقف طموحاتي شوية. وجيت انا اتفاجئت لما شفت المستوى ان هو ما كانش في المستوى اللي انا كنت راسمه في خيالي، وعشان كده انا ما استمتعتش بالقدر الكافي بالتجربة دي. وكان في تجارب السنة اللي فاتت كنت استمتعت بيها اكتر من كده، زي فيلم بروكر وزي فيلم Decision to Leave، اللي قدموا لنا حاجات قوية جدا وكان مستواهم اقوى من الفيلم ده. فسيبولي رأيكم في الفيلم وقولوا لي هل استمتعتم بيه ولا لا، وما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.